أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. إن شاء الله تكونوا بصحة وسعادة وراحة بال يا رب. وصفتنا لليوم كتير لذيذة وسهلة ونوع من أنواع المقبلات، أو فيكم تاكلوا على الفطور أو العشاء. وصفتنا سهلة، يلا نحضرها. عندي هون 2 حبات من البطاطا، بدي أقشرهم وأغسلهم وأقطعهم حتى أسلقهم. فيكم تسلقوها بقشرها، تفضل تكون البطاطا صغيرة، أما لما تكون الحبات كبيرة مثل هيك الأفضل تقشروها وتقطعوها بعدين تسلقوها. أنا هون رح ضيف عليهم ملح، رح أغطي الطنجرة 15 دقيقة بالضبط بتكون البطاطا دايبة. أنا هون رح قيمة من المي واسكبها. وهيك بعد ما خلصت بدي أهرسها وهي سخنة حتى تكون معي القوام كريمي وتساعدني على الهرس. فيكن تهرسوها بالشوكة، فيكن تطحنوها بمحضرة الطعام، فيكن تهرسوها بهراسة البطاطا مثل ما أنا عم بعمل. رح ضيف عليها ملح لأنه طلعت تحتاج ملح، ورح ضيف عليها معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الثوم المهروس، وبدي كمان عصير نص ليمونة. إذا بتحبوا الثوم أكتر الحمض أكتر فيكن تزودوا. وهلأ رح أحركها هيك منيح مشان تتمازج النكهات مع بعضها البعض. وهيك صارت معي. رح أضيف عليها زيت زيتون، أنا هون ضفت 4 معالق من زيت الزيتون. بتحبوا أكتر بتحبوا أقل فيكن تساووا، بس هيك الكمية المناسبة. شوفوا كيف القوام والملمسها كتير كريمي. يلا نحطها بصحن التقديم. أحلى فقرة بكل الفيديو هي فقرة صحن التقديم، لأنه بعد منها فقرة التذوق. وهيك رح أترككن أنا تشوفوا كيف طريقة تقديمي كانت للصحن. إن شاء الله تضلوا بصحة وسعادة وراحة بال. إذا عجبكن الفيديو أكيد لا تنسوا تشتركوا بالقناة، تحطوا لي لايك، تشاركوني رأيكم بالتعليقات. تضلوا بخير يا رب. أنا زينتها هون بالكمون والبابريكا الحلوة. وهون أكيد ضفت زيت الزيتون. وهلا وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله تكون الوصفة سهلة وسريعة وبسيطة وحبيتوها. وهلا بقدر لكم مع السلامة.